موريزل قنطرون أكاديمايا كنوشيايا قورستاقة عنكاوا بهو بركية أربل خاخوباطة قوانايا دخوشلي أموريا الكاتوا ويودعايا شليمون داود أوراهم بدرعيان قوانايا لا شريرة قو كنوشيان عم تراصة أني راياني وهدر آها خوباطة كنشا دخوشلي خامنيانا قورا من بارسو بميقري ممتلنت شت آسي وطوكاسم شخل بي عام الباني أكاديماية وصبري ويودعاية ومخبطانة ويصيبي بملو رنياية ومردوتاناية وكنوشياية آني تبشلون مقبلة بشينا بشوراية خوباطة بيدم يقرأ عماد متي مشتقلانة مدبرانوتا تقنطرون هاوت آب منهرة بودملو أد آموروتا عام مقروتا تخكما نوهاري بود مشقلة من ميزلتا وشربت خيط آمورة. رابي شليمون داود ورهم تولد 66 الموصل رئيس تحرير مجرة الأفق أبقى منذ 1998 عضو اتحاد الأدباء والكتاب السريان منذ 2000 عضو اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين منذ 2001 خبير في هيئة اللغة السريانية بالمجمع العلمي العراقي من 2000 إلى 2004 سكرتير ثم مدير تحرير جريدة بهرة وبالطبعتين العربية والسريانية من 2003 إلى 2007 عضو نقابة صحفي كردستان منذ 2010 عضو الاتحاد الدولي للصحافة منذ 2011 معد ومقدم برامج في قناة العراقية السريانية بشبكة الإعلام العراقي حالياً وباتر هادخ مقرولة آمورة يودعايا شليمون أوراهم خامنيانا من طوسة على رعيانة قوانايا مشخلبة لا شريرة بريسة قو كنوشيان عم منهرتا وتخبتت سبابة دلاتري صوتي كد إقاري قورة بلشاني مايا لشانا سوريايا أو سورث إينا تبقتت إديوم سنقتلا أدمللن دهم زمن أدمخكن بلشانا عربايا قابت منطيثة طوتا لملوها وكد أرخى إلي من مكوينة ميقرة مشخلبة سأتحدث باللغة العربية في العموم لضرورات إيصال فكرة الموضوع للجميع وبما ينسجم أيضاً والتنوع الجميل للحضور الكريم. بطبيعة الحال فإن المفاهيم والتصورات الخاطئة في حياتنا اليومية إنما هي عديدة وقد تكون ذات بعد أو طابع ديني أو اجتماعي أو علمي أو فكري أو ضمن سياق الثقافة العامة أو العادات والتقاليد إلى آخره وقد جمعت هنا عدداً محدداً منها وبما يتناسب أهمية المضمون والوقت المتاح وهي مفاهيم وتصورات واعتقادات تناولتها على وجه العموم وضمن سياق الفكر البشري بشكل عام. النقطة الأولى تفاحة آدم وحواء. ما أن نسأل شخص عن نوع الثمرة التي تسببت بحسب الكتب المقدسة بطرد آدم وحواء من الجنة بعد أن خالفا الوصية وأكلا من الشجرة المحرمة عليهما حتى يجيب بسرعة وثقة إنها التفاحة. تحديد ثمرة هذه الشجرة بالتفاحة وبالسريانية خبوشة هو مفهوم وتصور خاطئ لا أساس حقيقي له وقد يكون ظهر في زمن معين كاجتهاد أو خطأ في ترجمة أو في تفسير أو ربما ورد في قصص شعبية أو أسطورة لكن في كل الأحوال لا يوجد هكذا تحديد في الكتب المقدسة والتي هي بالطبع الأساس والمرجع لنا بهذا الشأن بمعنى أن النص الكتابي لم يحدد نوع الفاكهة بل أورد كلمتي شجرة إيلانا وبيرا ثمرة. نطالع في سفر التكوين من التوراة وهو القسم الأول من العهد القديم وشجرة معرفة الخير والشر تكوين 2:9 وأيضا فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل فأخذت من ثمرها وأكلت وأعطت رجلها أيضا معها فأكل
تكوين 3:6. وكذلك في سورة الأعراف من القرآن الكريم: ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وأيضا: فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما. إذن هي شجرة إيلانا وثمرة بيرا، ولا ذكر للتفاحة مطلقا، وبالتالي هو مفهوم وتصور واعتقاد خاطئ. بالمناسبة حتى قصة تفاحة آيزاك نيوتن هي ليست بالصيغة التي وصلتنا. إذا حب أحد السادة الحضور في فقرة المداخلات ممكن أوضح. ثانياً، أنا كفنان في أحاديث إعلامية أو لقاءات تلفزيونية أسمع أو أشاهد أحياناً فنان قد يكون عراقي، خليجي، مصري، وسواء كان ممثل، مطرب، رسام، موسيقي إلى آخره، وهو يقول: أنا كفنان كذا وكذا، نحن الفنانون كذا وكذا، أو يقدم نفسه: أنا الفنان فلان الفلاني. أنا لا أتفق مع هذا المفهوم وأعتبره خاطئ وغير مقبول. الفن بغض النظر عن اعتباره أحياناً مهنة أو وظيفة هو في الأصل وقبل أن يكون مهنة حالة متقدمة من الإبداع من قبل شخص معين في مجال معين، ما يستوجب الإشادة به ومدحه من خلال وصفه بالفنان. إذن الفن إبداع يستحق المدح، والشخص لا يمدح نفسه، بل المتلقين من المختصين، النقاد، الصحافة، الإعلام، ومن ثم الإطار العام الذي هو الجمهور، هؤلاء هم من يصنف ويقيم هذا الشخص بأنه فنان وليس الشخص نفسه. أنا كمهندس خريج في كلية الهندسة بكالوريوس، أنا كطبيب خريج طب، أنا كمحامي خريج حقوق، هذا ممكن ومقبول مهنة. أما أنا كفنان وكأنني أمدح نفسي وأقول أنا كمبدع، ثم أن كبار الفنانين يطلق عليهم نجوم، فهل يجوز القول أنا كنجم كذا وكذا؟ إذن الصحيح في هذه الجزئية هو القول أنا كممثل، أنا كمغني، ولا حتى مطرب، مغني، أنا كرسام، أنا كموسيقي إلى آخره. أما قول الشخص أنا كفنان فربما لتعامله مع الفن على أنه مهنة كباقي المهن، بينما هو كما قلنا حالة متقدمة من الإبداع تستحق المديح، وبالتالي القول أنا كفنان سيكون نوع من مدح الذات، مدح الشخص لنفسه، وهو أمر لا يستقيم ولا ينسجم مع التواضع عند المرء ومع المفهوم الحقيقي للفن. النقطة الثالثة: لقب الأستاذ، ما له وما عليه. نحن حتى معلم الابتدائية نخاطبه بأستاذ، أستاذ أستاذ أستاذ، ومدرس الإعدادية وتدريس المعهد والكلية، وهذا أمر طبيعي حسب الثقافة العراقية العامة واللهجة العراقية وما تقتضيه آداب المخاطبة والكلام والاحترام. إنه أمر طبيعي ومقبول ومطلوب. لكن عند تعلق الأمر بنص رسمي، كتاب، أمر إداري، تقرير، إعلان، دعوة رسمية، هنا أرجو أن نراعي أن الأستاذ لقب علمي كبير، بل هو الأكبر، إنه البروفيسور بمعنى العالم. والحال هنا وعند تعلق الأمر بنص رسمي إما أن نذكر مهنة المحاضر، الشخص المعني، المهندس، الحقوقي، الطبيب، أو صفته الكاتب، الشاعر، الإعلامي، الناشط، الباحث، والصفتين الأخيرتين يمكن استخدامهما مجازاً في كثير من الحالات. وإذا كان لا هذا ولا ذاك لا بأس أن نقول السيد فلان الفلاني، وهذا كما قلت يكون في النصوص الرسمية، لكي لا يعتقد المتلقي أن المحاضر الذي هو ذاهب لحضور محاضرته يحمل لقب الأستاذية الأكاديمي الكبير من ناحية، وأيضاً لكي نحفظ حقوق الأستاذ أو البروفيسور الفعلي وجهوده ومساهماته العلمية على مدى سنوات من عمره. أما في العموميات فلا بأس.
النقطة الرابعة لحضراتكم جميعا ولذويكم ومعارفكم الصحة والعمر المديد. تعليقات البعض عند ذكر الموت. والد يقول لأولادي: كنت أتمنى أن أترك لكم شيء مهم قبل أن أموت. شخص مسن مريض يقول: دا أحس بروحي راح أموت. غالبا ما نسمع الإجابة من المحيطين: بعد الشر عنك، لا سامح الله، الله لا يقولها. وبالسريانية خس منه، بمعنى حاشاك. شنو بعد الشر؟ شنو لا سامح الله؟ الموت الجسدي ليس شرا، هو النهاية الطبيعية لكل حياة مادية، وجميع البشر ماتوا وسيموتون. نعم، رحيل شخص عزيز علينا بالوفاة يضفي إلى شعور بالحزن وألم الفراق، وقد يكون هذا الحزن والألم مضاعفا عند تعلق الأمر ربما بعمر الراحل أو بطبيعة الوفاة إذا كانت مفاجئة أو مأساوية. لكن أولا وأخيرا، ومع حقيقة حتمية الموت الجسدي عموما، فإن ردود أو تعليقات مثل بعد الشر ولا سامح الله وحاشاك هي مفهوم خاطئ لا ينسجم لا مع الإيمان القويم ولا مع الثقافة العامة. وبالتالي الصواب أن نقول في هكذا مواقف: بعد عمر طويل إن شاء الله، صحة وسلامة وعمر طويل. وهي عبارات منسجمة مع الإيمان أولا، مع الثقافة العامة ثانيا، وفي نفس الوقت مع مقتضيات الاحترام والمجاملة والتشجيع فيما يتعلق بالمعنويات. النقطة الخامسة: شريثة درغة، حل الدرجة الكهنوتية في جنازة الكاهن. وهذا المفهوم يتعلق بالمجتمع المسيحي تحديدا. عندما يكون المتوفى وليس المتوفي، المتوفى كاهنا أو راعيا، أسقف، مطران إلى آخره، وأثناء مراسم وليس مراسيم الجنازة في الكنيسة تضاف بضعة صلوات وطقوس عن المعتاد لكون المتوفى كاهنا وليس علمانيا كعامة الناس. لكن بعض المؤمنين يعتقدون أن هذه الإضافة في الصلوات والطقوس هي بمثابة شريثة درغة، حل الدرجة الكهنوتية. هذا فهم وتصور خاطئ تماما، بل هي كما قلت فقرات إضافية خاصة تضاف لكون المتوفى كان كاهنا أو أسقفا وليس علمانيا، فيها معاني توديع الكنيسة، توديع المذبح إلى آخره. ولا يوجد شيء في المسيحية اسمه شريث الدرغة، ماكو شيء اسمه شريث الدرغة، حل الدرجة الكهنوتية. الدرجة الكهنوتية لا تحل لا بالوفاة ولا بالإيقاف ولا بأي موقف آخر، لأنها مسألة روحية وليست مادية جسدية. وفي مطلع هذه النقطة قلت المتوفى وليس المتوفي، خطأ لغوي شائع، لأن المتوفى اسم مفعول وهو الشخص الذي وقعت عليه الوفاة وانتقل إلى عالم الأموات. أما المتوفي فهو اسم فاعل وهو من يتوفى الأنفس ويميتها، أي الله تمجد اسمه. وقلت مراسم وليس مراسيم، لأن المراسم هي مجموعة من الطقوس والترتيبات والتقاليد التي ينبغي مراعاتها وإتمامها في مواقف معينة. أما المراسيم فهي الأوامر والتعليمات الملكية أو الرئاسية، كما أنها تأتي أحيانا بمعنى أو تقابل التشريفات. المهجر أو الاغتراب، والترجمة الخاطئة بالسريانية إلى جالوتا، طبعا هذا أيضا يتعلق باللغة السريانية. لهذه النقطة بعد لغوي أيضا، فمن الأخطاء والمفاهيم الشائعة التي ترسخت عندنا أن تترجم كلمة المهجر أو الاغتراب بالسورث إلى جالوتا. طيب، الكلمة السريانية جالوتا تعني الجلاء، جلا، جلا، بمعنى نقل مجموعة من الناس أو قوم من الأقوام أو شعب من الشعوب من أرضه أو موطنه إلى مكان آخر بالقوة، بالإجبار، بالإكراه وتحت السيطرة. ومن هنا فهي تأتي أيضا بمعنى السبي. ولدينا مثل معروف وشهير جدا بهذا الشأن، السبي البابلي. إيش نقول بالسريانية؟
جالوثة باول، وهي ترجمة صحيحة، بينما الاغتراب أو المهجر ليس سبيا. غالبا ما أسمع نخبويين، صحفي، أديب، فنان، سياسي، يقول المهجر جالوثة. طيب إذا كان المهجر أو الاغتراب جالوثة، فماذا نترجم المهاجر أو المغترب؟ جلوايا، جالويا، هذه تعني سابي أو مسبي. إذن هذا خطأ لغوي ومفهوم خاطئ، وهو خطأ متجذر وراسخ في أذهان الغالبية وما راح يتصلح منا إلى يوم الدين. والمهجر أو الاغتراب هو توتاووثا، توتاووثا، والمهاجر أو المغترب هو توتاوا، توتاوا. النقطة السابعة: ما يحدث في الخفاء فهو يحدث خلف الكواليس أو وراء الكواليس. هذا مفهوم أو فهم خاطئ، بل إن ما يحدث في الخفاء وبعيدا عن أنظار ومسامع الناس إنما يحدث في الكواليس وليس خلف أو وراء الكواليس. فالكواليس ومفردها كالوس هي الغرف والقاعات الداخلية خلف منصة العرض التي تكون أمام الجمهور في المسرح، وتكون مفصولة أو معزولة عنها بجدار، وفيها تجري الاستعدادات للعرض، الملابس، المكياج، التمارين إلى آخره، بعيداً عن أنظار الجمهور الموجود في المدرج. وبالتالي فإن ما يحدث دون أن يراه أو يعرفه عامة الناس يحدث في الكواليس وليس وراء الكواليس، وإلا أصبحنا في الشارع نقول كواليس المفاوضات، كواليس السياسة، كواليس الفيلم، كواليس المهرجان إلى آخره. النقطة الثامنة أيضا فيها بعد لغوي: تخرج فلان من كلية كذا، من جامعة كذا. تعبير خاطئ ومفهوم خاطئ لمسألة التخرج. فعند تخرج طالب أو عرض السيرة الذاتية للشخص يقول أو يكتب البعض تخرج فلان أو إنه متخرج من معهد كذا، من كلية كذا، من جامعة كذا. هذا مفهوم خاطئ مبني على الاعتقاد بأن التخرج هنا هو من الخروج، أكمل الدراسة في الجامعة وسيغادرها، سيخرج منها حاملا الشهادة. هذا فهم خاطئ. الصحيح تخرج فلان في معهد كذا، في كلية كذا، في جامعة كذا، لأن معنى التخرج هنا تحديدا هو تدرب وتعلم في علم من العلوم وليس خرج منه. وبالتالي فإن التدرب والتعلم يكون في المعهد، في الكلية، في الجامعة، وليس من المعهد أو من الكلية أو من الجامعة. فنقول تخرج فلان في كلية الطب بجامعة بغداد، وتخرج فلان في كلية الهندسة بجامعة صلاح الدين في أربيل، بمعنى أنه تدرب وتعلم في هذه الكلية ونال الشهادة العلمية فيها، وهكذا. تاسعا: الرقم 13 مشؤوم. الثلاثاء يوم سيء أو مقلق، بيشة. القط الأسود، البوم، الغراب، نذير شؤم. لماذا وما السبب؟ هما رقم ويوم اعتيادي كباقي الأرقام والأيام، وهي حيوانات وطيور حالها حال باقي ما يناظرها. وإذا ارتبط أحدها لدى مجتمع أو شعب معين أو في قصة شعبية أو أسطورة في زمن من الأزمان بأمر سيء، هذا لا يعني الإطلاق وجعله قياساً عاماً على الجميع. وإذا كان الأمر تشاؤماً من اللون الأسود لكونه لون الحداد عندنا، فهذا أيضاً أمر نسبي يختلف من مجتمع لآخر ومن شعب لآخر. لون الحداد في الصين والهند هو الأبيض، ربع العالم الصين والهند هو الأبيض. في جنوب أفريقيا هو الأحمر، في البرازيل وتايلاند هو الأرجواني. وما يتعلق بالحيوانات والطيور من الطبيعي أن يكون بعضها مرغوبا به ومحبوبا عند الناس، والبعض الآخر غير مرغوب به، وحسب
المجتمعات وطباع أو طبائع وعادات الشعوب المختلفة على وجه الأرض، لكن ذلك لا يعني أن غير المرغوب به يصبح نذير شؤم بشكل عام ومطلق. عاشراً، التعليم من جهة والثقافة والوعي العام من جهة أخرى. من مفاهيم عصرنا التي أراها خاطئة ربط التعليم بالثقافة والوعي، واعتبار أن الشخص المتعلم والحاصل على شهادات عليا هو أكثر وعياً وثقافة. قد يصح هذا المفهوم أحياناً عديدة ويكون أمراً طبيعياً واقعاً، لكن جعله بالمطلق أو إطلاقه كمفهوم عام هو خطأ برأيي المتواضع، لأن التعليم ليس له علاقة بالتثقيف. التعليم الأكاديمي يتلقاه الشخص في المدارس والمعاهد والجامعات، أما التثقيف فيحصل عليه بالقراءة والمطالعة والمعرفة المكتسبة من الاطلاع على الثقافات المختلفة ومن التعامل مع الآخرين في الحياة لكسب الوعي والخبرة. وبهذا الشأن فإن الحياة هي أكبر مدرسة، فكم من شخص أو أشخاص حاصلين على أعلى الشهادات الأكاديمية لكننا قد نجدهم غير قادرين على المحاورة السليمة أو الجدال والمناقشة لعدم امتلاكهم الوعي الكافي لذلك. يقابل ذلك وجود أشخاص أميين ربما ومع ذلك لديهم مستوى طيب من الوعي الاجتماعي أو السياسي أو الديني، وبالتالي قادرون على الحوار. وعليه يفترض الفصل وعدم ربط الثقافة والوعي بالضرورة بالتعليم الأكاديمي. 11 وأخيراً وبعجالة وسرعة سأستعرض مجموعة من المفاهيم والتصورات الخاطئة وقد تكون لغوية أو علمية أيضاً. فهم البعض لمثل معروف لكن بصيغة الرجل المناسب في المكان المناسب هو فهم وتصور خاطئ، لأن الأمر قد يتعلق أيضاً بامرأة سيدة تكون مؤهلة لشغل منصب أو شغل موقع معين وبكفاءة، وبالتالي يكون الفهم الصحيح الشخص المناسب في المكان المناسب وليس الرجل المناسب في المكان المناسب. قول البعض عند التهنئة بالزواج زواج سعيد بالرفاه والبنين، اعتقادا منهم أن المراد بالرفاه هو الرفاهية، أيضا مفهوم واعتقاد خاطئ. الصحيح هو زواج سعيد بالرفاء والبنين، ومعنى الرفاء هو الوئام والوفاق والالتئام، وهي من رفئ الثوب ولئم خرقه، أي أوصل ما هو ممزق منه وضم بعضه إلى بعض، وبالتالي فهي تهنئة للعروسين والتمني لهما بالوئام والوفاق. اعتقاد البعض أن لون ضوء الشمس أصفر اعتقاد خاطئ، لون ضوء الشمس أبيض، ولذلك نستطيع رؤية مختلف الأشياء في الحياة بألوانها الطبيعية. ضوء الشمس في طريق وصوله إلى الأرض يمر عبر طبقات الغلاف الجوي، فيحصل تشتت في بعض الأطوال الموجية القصيرة وخاصة اللونين الأزرق والبنفسجي، فيظهر كأنه أصفر، ومع الغروب يزداد هذا التشتت فيميل الضوء إلى الإحمرار، لكنه في الأصل أبيض كبياض قلوبكم إن شاء الله، وقد شرفتموني بحضوركم الكريم. شكرا جزيلا. وكدم قوبلن أن من هرياثا خدا بعالتا طوتا بيده دير ميقرة أني دمشو تبلي خامنيانا قورا مني بمقروتا تعوقاوي وشو آلم شخل بي تجوب لي الله آمورا بيصيبوتا.
ومن قم ختمت داها آموريا مقرولم دبرانوتا دقنطرون أكاديمية كنوشيايا ممتلتا بميقرا جلال حبيب ريش ساعتام دبرانتا تقنطرون خادشند إيقارا الأمورة يوضعايا شليمون أوراهم. تقديرا لهذه المحاضرة نقدم درع المركز إلى رابي شليمون. يتفضل الأستاذ جلال رئيس المركز ليقدم الدرع. تذكار من المركز وتقدير وشكر للمحاضر الذي يقدم محاضرته في مركزنا. شكرا رابي شليمون.